مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصيد. النهارده معانا فيديو توعية لكل الناس اللي بتشوفنا. في صوت في العربية دي، أول ما هتسمعه أنت هتحس إن العربية دي فيها مكنة، حرفيا فيها مكنة المفروض عايزة تتحل ويتشاف فيها. دور بعد إذنك. دور. في صوت تخبيطات، اسمع كده. سامع الصوت؟ سامع؟ العربية فيها مكنة عايزة تتفك. فيها مكنة. العربية دي فيها مكنة عايزة تتفك. زي ما حضرتك سامع الصوت. ادي الصوت مقارنة بالصوت الأول. الأول تحس إن العربية كانت المكنة محتاجة تتفك. تمام. ومعانا صاحب العربية المعلم وائل يتكلم معاكم ويقول لكم ايه اللي كان في العربية. اتفضل يا عم وائل. بص يا جماعة ويا شباب، أنا العربية ديت لفيت فيها جميع ميكانيكي، اللي يقول لي عاوز وش سلندر، واللي يقول لي تقسيمة، واللي يقول لي مكنة. جيت هو بص سبب تافه، بس مين اللي عرفه؟ المهندس وفيق، الله ينور عليه وانا اعترف له بجد. فنان دوبتني. اما اقول لكم ليه شهرين مش عارف فين الصور، كذا واحد شخص لي كذا تشخيص. قال المهندس وفيق بامانه يعني ما خدش 5 دقائق وكان عارف السبب. شكرا يا ابو جرام. ادي السبب. السبب ايه يا جدعان؟ السبب ايه؟ السبب حاجه بسيطه خالص. السبب حاجه تافهه خالص. شفتوا السير؟ السير عامل ازاي؟ ادي السير. ادي السير. السير بيلف كل ما يجي ناحيه البكره، الناحيه الفاضيه دي تعمل رزعه. تمام. بطل يا عم وائل بعد اذنك. بطل العربيه بعد اذنك. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر نسمعهم صوت البكره، وصوت البكره برضو اوحش من السير. شغل الفلاش ونشوف مع بعض صوت بكرة التكييف عامله ايه. اسمعوا كده. مشكلة صوت الأولاد اللي في الشارع. سامع الصوت عامل ازاي؟ إلى جانب إن فيها عالي وواطي. لو أنت خدت بالك إن البكرة عالي وواطي، فيها صوت جامد وفيها رفة. صوت كان فظيع. انا صورت الفيديو ده بصراحة عشان خاطر لربما حد يكون عنده المشكلة دي والصوت ده ويستعجل في التشخيص والميكانيكي يقول له المكنة او غيره. فانا حبيت اثبت الموضوع ده بفيديو لحضراتكم. يا ريت لو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.